أقول عجيب هذا الحسين، يروح لك أخو تذكر الحسين، تقول كم أخو راح له. يروح لك ولد تذكر الحسين نايم ويا وليده علي الأكبر شابقة ونايم يوم العاشر. شنو يروح لك؟ قل رضيع تذكر إمامك رضيعة ذبحوه على صدره. تصيبك مصيبة بنساء لا سامح الله، الله يحفظ ناسنا وأهلنا جميعا، تذكر زينب وآل الرسالة وما جرى عليهن. حريق ونار وكذا، الخيام أحرقت، الخيام أحرقت على النساء والأطفال، بحيث زينب هذا قالها علوية يا سيدة، ما كان يعرفها زينب. النار بدأت تاخذ بأذيال عبايتك، ايش عندك واقفة بالخيمة؟ قالت له لنا عليل في الخيمة. قالت له عليل عندنا بالخيمة. كنا طلع من الخيمة، ماكو شيء ماكو شيء. هذا قتلوه بالسم، الحسين سهم المثلث مسموم، قطعوا راسه الحسين قطعه، خيول ومثلوا بيه الحسين مثلوا بيه، ماكو شيء يجي ببالك ما صار على الحسين يوم العاشر. احنا هاي المصائب تتفرق علينا، يعني مثلا هاي الفاجعة اللي احنا بيها مرتبطة بالحرق والأذية، الحسين الحرق والذبح والخيول والقتل وسبي النساء وأولاده وأولاد أخوته وأبناء عمومته وأصحابه وأهل بيته ونساءه وأطفاله. شنو هاي؟ ما تقول لي شنو هاي؟ شنو هالصبر؟ شنو هالتحمل يا أبا عبد الله يوم العاشر؟ والله لا أعلم، والله لا أعلم. والله لو يجتمع الجن والإنس على أن يترجمون جزء من ألم الحسين يوم العاشر ما يقدرون.